السلام عليكم. وصفتنا النهاردة كيكة الشاي أو الكيكة اليومية. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. أول حاجة هنشتغل في الخلاط، ممكن تعمليها بالمضرب اليدوي عادي. حطينا بيضتين، 2 بيض، 2 باكت من الفانيليا، كمان حطيت معلقة كبيرة من الخل، وكمان كوباية من السكر هنا اختياري، ممكن تزودي كوباية وربع، كوباية ونص. هبتدي اضرب البيض مع الفانيليا مع الخل مع السكر لحد ما القوام يكون فاتح زي ما انتي شايفة كده. تمام، دي اهم خطوة برضو يا بنات. بعد كده هضيف نص كوباية من الزيت وهضرب كويس، وبعد كده هضيف كوباية من الحليب او كوباية من اللبن زي ما انتم شايفين. هضرب برضو بقية المكونات، كل ما اضيف مكون لازم اضرب كويس. واهم خطوة ان الخليط في الاول علشان يكون كويس معاكي، لازم تضربيه كويس لحد ما اللون بتاعه يفتح. بعد كده معايا كوبايتين من الدقيق منخول، انا نخلته 3 مرات، بيدي نتيجة حلوة قوي. حطيت رشة من الملح، وكمان هحط معلقة كبيرة مليانة كده من البيكنج باودر او الكيك شيف على حسب المتوفر عندك. تمام، هبتدي كده اقلبهم كده مع بعض، وهنزل بالمواد السائلة مع فوق الدقيق والبيكنج باودر او الكيك شيف ورشة الملح بتاعتنا. نقول تاني المكونات السائلة بتاعتنا: حطينا بيضتين، 2 من الفانيليا، ممكن معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وكمان معلقة كبيرة من الخل الابيض، وكمان كوباية من السكر، وضربناهم كويس لحد ما الخليط بتاعنا يبتدى لونه يكون فاتح قوي. بعد كده ضفنا نص كوباية من الزيت النباتي، وكمان حطينا كوباية من الحليب، نزلنا بيهم يا بنات ضربناهم كويس، ونزلنا بيهم على كوبايتين من الدقيق، على رشة ملح، على معلقة كبيرة من كيك شيف. قلبناهم كده كويس. نضرب في بالمضرب اليدوي عادي، ممكن تعمليها بالمضرب الكهرباء، بس هي مش مستاهلة ومش هتاخد منك وقت، سريعة جدا. حطيتها في صينية مدهونة زيت ومرشوشة كده برشة دقيق زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب كل المكونات يا بنات كده في اتجاه واحد علشان تحتفظ بالهواء بتاعها. تمام، بعد كده حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة. طبعا كل فرن بيختلف عن التاني. شايفين شكلها عامل ازاي؟ أنا بحب أقطعها وهي سخنة، شكلها تحفة وريحتها تحفة، ومش هتاخد منك أي وقت خالص. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعمل لايك، والسلام عليكم.